متخيل إنك تصحى كل يوم على صوت المنبه، تجري على الشغل، تقضي اليوم وسط زحمة المواصلات، تشتغل 8 أو 10 ساعات وتستنى آخر الشهر عشان تاخد مرتب يدوب مكفيك؟ عمرك حسيت إن شغلك واخد كل وقتك ومش مديك فرصة حتى تعيش حياتك؟ ده كان حالي بالظبط من كام سنة، لكن النهاردة حياتي اتغيرت تماما. وده مش ضربة حظ، ده شغل وتعليم وتخطيط. اعتبرني هحكي لك قصة، بس القصة دي هتفتح عينيك على فرص عمرك ما فكرت فيها، زي إنك تقدر تبدأ تستثمر فلوسك في البورصة وتخليها تشتغل مكانك لحد ما تحقق الحرية المالية. في الفيديو ده هقولك إزاي تبدأ تحول نفسك من موظف لمستثمر خطوة بخطوة. لو كنت بتشتغل موظف عادي هتعيش حياتك في الروتين اليومي المعروف، بتصحى كل يوم متأخر على صوت المنبه، بتجري على الشغل، تستحمل زحمة المواصلات، وأول ما توصل تلاقي المدير حالف لا يخصم لك، ودايما بيكون عندك إحساس إن حياتك كلها مجرد شغل وشوية فلوس في آخر الشهر بتطير قبل ما تفرح بيهم. كل شهر نفس القصة، المرتب بينزل، تدفع الإيجار، الفواتير، المصاريف، ولا حاجة بتفضل في إيدك. تحس إنك في دوامة ما بتنتهيش ومفيش أمل للخروج منها. ودي مشكلة كل الناس اللي معتمدين على المرتب بس، وده معناه إن دخلك محدود بعدد ساعات شغلك. حتى لو أخدت ترقية لسه عندك نفس المشكلة، وقتك مقابل الفلوس. إنما الاستثمار بيسمح لك تكبر فلوسك من غير ما تشتغل أكتر. لحد ما في يوم وانت قاعد زهقان لقيت فيديو بيتكلم عن الحرية المالية وإزاي ممكن الواحد يبني مصدر دخل تاني جنب شغله. وقتها سألت نفسك، ليه أنا مش بعمل كده؟ ليه مستني المرتب اللي أصلا مش مكفيني؟ قررت تبدأ وتعمل أهم حاجة لازم تتعمل في اللحظة دي، إنك تتعلم. وبدأت تتعلم كل حاجة عن الاستثمار وإزاي تشغل فلوسك. كنت بتشتغل الصبح وبالليل تتعلم وتقرأ كتب، وبالصدفة تشوف فيديو بيتكلم عن البورصة والاستثمار وإزاي ممكن أي حد يحول فلوسه القليلة لأرباح حقيقية. في الأول هتكون فاكر إن الموضوع معقد وإن البورصة دي للأغنياء بس، وإنها بتحتاج مبالغ كبيرة وكمان مخاطرتها عالية وأغلب الناس بتخسر فلوسها فيها. لكن لما تبدأ تقرأ وتبحث أكتر هتكتشف إن أي حد يقدر يبدأ حتى لو بمبلغ صغير. تبدأ تفهم إن البورصة مش بيع وشراء أسهم وخلاص، لأ، دي ممكن تكون مصدر دخل سلبي من غير ما تشتغل كل يوم. أول حاجة تلفت نظرك حاجة اسمها توزيعات الأرباح أو الكوبونات، يعني الشركة اللي بتكسب بتوزع جزء من أرباحها على المساهمين، وده معناه إنك ممكن تشتري أسهم وتاخد دخل مستمر حتى لو مش بتبيعها. تاني خطوة تعملها إنك تبدأ توفر جزء من مرتبك، هيكون جزء صغير في البداية، وتدخل عالم الاستثمار من خلال البورصة. اشتريت عدد أسهم صغيرة وكنت كل يوم تراقب السوق وتتعلم من أخطائك. طبعا في الأول دخلت الضارب عشان تكسب بسرعة، خسرت شوية، لكن كنت عارف إن ده جزء من الرحلة لحد ما غيرت طريقتك من المضاربة للاستثمار. وبكده هتبتدي تشتري أسهم في شركات قوية بتوزع أرباح منتظمة، وبدل ما كنت مستني المرتب اللي هو مصدر دخلك الوحيد، بقى كل فترة تلاقي فلوس بتنزلك على حسابك من توزيعات الأرباح بتاعة الأسهم اللي بتملكها. في الأول هتاخد كوبونات بسيطة، لكن مع الوقت كل ما بتزود استثماراتك كل ما الأرباح اللي بتاخدها تزيد. وهنا تقرر تاخد خطوة أكبر. بعد شهور من الصبر تبدأ أرباحك تزيد، وده يشجعك تكمل. وفي الطريق اتعلمت حاجات كتير، زي إنك ما تدخلش في حاجة وتحط فلوسك من غير ما تتعلمها الأول وتعرف أساسيات اللعبة وقوانينها، وزي إنك لازم تنوع أسهمك وما تحطش الفلوس كلها في سهم واحد، وإن المستثمر بيكسب أكتر من المضارب حتى لو بان لك العكس، وإن الثروة بتحتاج وقت وصبر ما بتجيش في يوم وليلة، وإن السوق مش دايما بيكون في صعود، ممكن تحصل أزمات والأسهم تنزل. لكن المهم ما تخافش وما تبيعش بسرعة، الأسواق دايما بترجع تطلع تاني. وأخيرا إنك ما تسحبش الأرباح وتصرفها، استثمرها تاني، كده الفلوس بتكبر مع الوقت والاستثمار بتاعك بيزيد بشكل أسرع بفعل العائد المركب. مع مرور الوقت قدرت توصل لحاجة ما كنتش متخيلها، حسابك في البورصة بدأ يكبر، أرباحك زادت، وبعد فترة مش طويلة أخدت القرار اللي غير حياتك بالكامل، قدمت استقالتك من الشغل
بقالك سنين دلوقتي بتشتغل لنفسك، بتحدد وقتك بإيدك وتكسب أضعاف المرتب اللي كنت بتاخده وانت موظف. الحرية المالية مش مجرد كلام، دي حقيقة، بس محتاجة منك قرار وشغل بجد وشوية صبر. على فكرة أنا بحكي قصتك انت اللي هتبدأها من دلوقتي عشان توصل لنهايتها. فلو انت موظف وحاسس ان حياتك مش بتتغير، خد الخطوة النهاردة. ابدأ اتعلم، وفر حتى لو جزء بسيط من مرتبك، واستثمر بذكاء. النجاح مش بيجي في يوم وليلة، لكنه بيبدأ بخطوة واحدة. لو شايف ان القصة دي ممكن تفيد حد تاني، شارك الفيديو ده معاه واعمل لايك لو الفيديو ده عجبك.